حبايبي جايلكم بوصفه النهارده سريعه وسهله. تعالوا نشوف ايه مع بعض. حطينا زبده. تمام، حطينا زبده خلاص. وهنحط معلقه من الزيت عليها، يعني معلقه زبده ومعلقه زيت. تمام كده. طيب احنا هنا معانا بعد ما حطينا زيت وزبده هننزل باتنين بيضه. كده معانا 2 بيضه على الزبده والزيت. تمام. انا معايا هنا بقى ايه بطاطس مهروسه وحاطه فيها توابل فلفل اسود وكاري او كركم زي ما انتوا عايزين. تمام كده. ونزلت وطبعا ملح، ولو حابين شطه بتحطوا شطه. نزلت بيها بقى على البيضتين وبقلب كويس قوي. بصوا احنا وصلنا هنا للمرحله عامله ازاي. انا هنا قلبت طبعا البطاطس مع البيض. وافكركم الاول احنا حطينا ايه عشان ده فيديو سريع كده. حطينا زبده وزيت، وبعدين حطينا 2 بيضه قلبناهم، خدوا بس اللي هم نص تسويه. بعدين نزلت عليهم ببطاطس مهروسه. البطاطس كان عليها فلفل وشطه وسنه قرفه وحبه من الكاري، ولو مستغنين عن الشطه اوكي مفيش اي مشكله. وقلبناها كويس قوي وبقى ده شكلها. تعالوا نشوف التقديم مع بعض عامل ازاي. هنا بصوا بقى منظرها عامل ازاي، حلو قوي. ممكن تتعمل سندوتشات، وممكن نتعشى بيها نتسحر بيها لو في رمضان. ممكن مثلا جعانين مش عارفين نعمل ايه، فدي اكله سهله وبسيطه وسريعه جدا. عايزه اقول لكم ما خدتش 5 دقايق على النار. تمام كده. ده الشكل النهائي بتاعها. ودي كانت وصفتنا النهارده، بطاطس بالبيض والتوابل. يا رب تكون عجبتكم وتكون الوصفه سهله وبسيطه. لو اول مره تشوفوني، انا شيف هدير المصري ودي قناتي على اليوتيوب. ودمتم بخير ودمتم سالمين.